يلا نعمل مع بعض الفراخ الجامدة دي بقى النهاردة، واعملوها وادعولي حاجة تحفة. يلا نبدأ مع بعض ونتعرف على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ بقى ايه هنعمل؟ حاجة جميلة جدا. هنعمل فراخ بلدي ونحشيها رز، بس بقى طبعا الطريقة هتبقى مختلفة شوية. طبعا عندنا 4 فرخات، عليهم نص كيلو رز وبصلة كبيرة مبشورة، وللشوربة بتاعتها هنحط فلفل وطماطم وليمون. ما تنسوش تعملوا لنا الشير واللايك وتقولوا لنا رأيكم في الكومنت، ويا رب الوصفة تعجبكم النهاردة. يلا بقى نبدأ. كده بقى البصله بعد ما دبلت معانا هنحمرها كمان شويه، وبعدين هنحط لها الرز والتوابل ونرجع لكم تاني. ده بقى شكل البصله لما اتحمرت. هنحط بقى ايه الرز بتاعنا. كده هنقلب بقى الرز كويس وبعدين هنحط الملح والتوابل بتاعتنا، فلفل اسود وكزبره وكمون. طبعا الحاجات دي على حسب ما بتحبي، زي ما بتحبي يعني. وهنحط لها الميه ونسيب الرز معانا لحد ما يستوي نص سوا. نحط التوابل بقى معانا، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره كزبره وكمون، والملح على حسب ايه الرغبة. يعني بتحبيه مالح ممكن تزودي الملح، بتحبيه دلع شوية قلليه براحتك بقى. انتوا هتجربوا الاكلة دي وهتدعولي بجد. هنقلب بقى كويس وبعدين هنحط المية. شوف كده الرز دبل واصفر ازاي، شكله بقى جميل. طبعا الرز هيتسوى نص سوا علشان هو لسه هياخد سوا تاني معانا في الفراخ. هنحط الميه يعني ايه، نبقى يا دوبك شايفينها بس كده ان هي تظهر قدامنا، عشان مش عايزين ميه كتير عشان ما يستويش معانا جامد. بقى نغطي الرز ونوطي عليه ونسيبه يشرب الميه بتاعته، وبعدين ايه نرجع له تاني. كده بقى ده شكل الرز بعد ما استوى معانا، شايفين شكله جميل ازاي. يلا بقى ناخده ونحشي ايه الفراخ بتاعتنا. ده بقى ايه، احنا نسينا نقول حاجه، ان احنا الفراخ دي غسلناها كويس جدا غسلناها كويس جدا بميه وملح وليمون، وسيبناها في المحلول ده مده حوالي ساعه ونص ساعه كده، ان هي تنزل الزفره منها. يلا بقى نبدا نحشي الفراخ بتاعتنا. هنحط بقى الرز معانا تحت الجلد علشان ايه يبقى الرز كده يديها حجم كبير شويه وشكل جميل، والرز كمان بياخد طعم على فكره. ده شكل الفتة. نحشي بقى الباقيين ونرجع لكم تاني. عشان دي مفتوحة من قدام هنقفلها بالقونصة بتاعتها والكبدة.
دلوقتي انا جهزت حله على البوتاجاز، حطيت فيها ميه وحطيت فيها ورق لورا وبصل وجزر وخليتها تسخن كويس جدا علشان اول ما احط الفراخ زي ما احنا شايفين تخليها تمسك معانا، تقفل على طول ايه الفتحات بتاعتها، تقوم ما تنزلش الرز منها او الحشو منها. تمام. وبعدين هنحط برضو الملح والفلفل الاسود علشان الفراخ اصلا مش بتاخد وقت، فهنحط حوالي نص معلقة فلفل اسود ومعلقتين ملح، طبعا ملح حسب ايه كمية المية اللي معايا او حسب رغبتك. عشان الزفرة بتاع الفراخ ما تبقاش موجودة، وانا بحب ايه اضيف عليها نص ليمونة بتديها طعم جميل معانا. دلوقتي الفراخ بعد ما استوت معانا تمام كده بقى ده الشكل بتاعها. جهزنا بقى على جنب شوية صلصة وحطينا عليهم حوالي معلقة كبيرة زيت وفلفل اسود وملح، هندهن بيها الفراخ عشان تاخد معانا لون احمر، لان الفراخ احنا مش هنحمرها في الزيت، احنا هندخلها في الفرن تحت الشواية تاخد ايه معانا لون بس. فاحنا هندهن بقى الفراخ بالصلصة بتاعتنا دي دلوقتي علشان تبقى لونها احمر وجميل، وبالمرة كمان هتكون حاجة صحية لان مش هنقليها في زيت وكده، فتبقى حاجة ايه كاملة من كل حاجة، يعني مفيدة جدا. هو ده شكلها بعد ما ايه دهناها بالصلصة. عايزة اقول لكم كمان ان الصلصة دي هتديها طعم جامد جدا على فكرة، وتديها لون كأنها مشوية بالظبط، وهتشوفها هتبقى احلى من المتحمرة في الزيت كمان. يلا مع بعض بقى ندخلها الفرن ونسيبها لحد ما تتحمر كويس من الجزء اللي فوق ده، وبعدين نقلبها تاخد تحميرة من الجزء اللي تحت بحيث ان هي تبقى ايه واخدة لون من كل اتجاه. هنحمرها ونرجع لكم تاني. شكلها ايه بعد ما اتحمرت في الفرن معانا، شوف شايفين التحميرة جميلة والله اهي. هنحطها بقى في طبق التقديم وهصوره لكم ان شاء الله ونرجع تاني. ده بقى الشكل النهائي للفراخ معانا يا جماعة، شايفين الجمال، شايفين متحمرة ازاي، والله خطيرة. لو انتوا بقى جنبي هنا وتشموا الريحة كمان تحفة تحفة تحفة. جربوها وقولوا لي في التعليق ايه رأيكم وطلعت معاكم عاملة ازاي. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لنا كومنت جميل زيكم. يلا مع السلامة.